بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة أعضاء مجلس النواب والشورى، الإخوة الوكلاء، أصحاب الفضيلة العلماء، الأفاضل المشايخ والمناصب والمقادمة والوجاهات الاجتماعية، الإخوة قادة الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية، الإخوة الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن التعليمات التي أعطيت لي تقتضي بأن لا أتحدث في هذا اللقاء، ولكنني آثرت أن أتحدث متحملا كل التبعات التي سوف تعود. أيها الإخوة، لقد تحدث من سبقوني بالكثير، ولم يتبقى إلا قليلا من الكوب الذي أصبح مليئا بالكثير عن حضرموت. فيا إخوة ويا مستمعين ومشاهدين لما نقوله، أولا علينا أن ندرك مكامن القوة في حضرموت. هل نحن أقوياء لفرض أجندتنا على الآخرين أم لا؟ إن حضرموت تمتلك مكامن قوة لنهضة كبيرة تحقق الرخاء والأمن والاستقرار لها ولجيرانها، ولكن لم يفهم ولن يفهم قوتها إلا أبناء حضرموت نفسهم. فترك قرارها لخارج حضرموت هذا الشيء بالذات سوف يعطل من كل مكامن القوة ويحيد قوة حضرموت. لهذا نحن نحتاج إلى أن يكون قرارنا بيدنا، قرارنا حضرمي. هذه واحدة. الثانية بأن الحضارم في المهجر هم العمود الرئيسي لقوة حضرموت. حضارم المهجر بكل ثقلهم، وكذلك الحضارم أصحاب فكر منفتح على العالم كله، وهذا الشيء ليس غريب عليهم وسمعتهم تسبقهم. لهذا نحن نعتقد بأن الحضارم بهذا الفكر وبعلاقاتهم الدولية وكذلك إمكانياتهم المادية والثقافية والحضارية، هذا كله يعطيهم القوة في أن يحققوا مصالح سواء جيرانهم أو من يرتبط بهم. ولهذا نحن ندعو كل الجوار إلى مساندة المشروع الحضرمي، مشروع الخير لكل الناس. أيها الإخوة، إننا نؤكد بأننا نمتلك قواعد حقيقية للتنمية، فثروتنا ليست الثروة الطبيعية فقط، ولكننا نمتلك ثروة أخرى أيضا، هي ثروة التجارة وكذلك الثقافة والعلم والصناعة والسياحة. فكل مدننا سواء في الساحل أو في الوادي من كلها هي مراكز نهضة. فالمكلا أو سيئون أو الشحر أو شبام أو تريم
أو كذلك حريضة أو دوعا أو عمد أو ثمود أو المشقاص، كلها أماكن لها عمق ولها تاريخ. ولهذا نحن قوتنا في هذا الثقل كله، إضافة إلى من هم يسندون من إمبراطوريات اقتصادية وكذلك من أصحاب علاقات دولية المتواجدين في الخارج. لهذا نحن نقولها أخيرا دون تطويل، هناك إعلان سمي بإعلان حضرموت يحقق لحضرموت السيادة الكاملة على أرضها، ونحن مع هذا المشروع الذي أعد من صفوة الحضارم المختصين، وهو من نتمنى أن يتمسك به الجميع لأنه واضح وبين يظهر استحقاقات حضرموت. فأما أن تكون لنا شراكة نرتضي بها، وأما أن نعيش في دولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.